وهلا هلالك يا رمضان، يا شهر الخير ولمة الأحباب. بعد تعب من الصيام لازم ندلل حالنا بأكلات طيبين. أحكون معكم بسلسلة 30 يوم رمضانية بشهر الخير من مطبخ شيف عبود. وهذا السطل بذكرنا باللبن المغلي. اليوم حساويكم أكلة شاكرية على البكلة. ايه والله. أول شغلة حنسلق اللحم. اللحم لازم يكون بعظمه. معانا هون كيلو من اللحم. العظم ليش حتقولوا لي إنه اللحمة بعظمه مو بالموزات؟ اللحمة العظم تبعه وقت السلق بيفرز مادة الجيلاتين، بيعطيها زكاوة وبتستوي أسرع. وبننزل عليهم بمي باردة. بسم الله. وهلا بنرفعهم على الغوز. وبنحط لهم نص بصلة مشان الزفرة. هل نحن حنسلق اللحمة على مرحلتين بس لتطلع عنا الزفرة. بنحطها على مصفاية وبنغسل اللحم ضروري بمي دافية، أكيد مو بمي باردة لأنه بيقسى معانا اللحم وبيكز. نغطي الطنجرة وبنتركها. بين ما نخلص سلق اللحمة لأول مرة حنبلش بطبخ اللبن، ورح أعطيكي طريقة بين ما ينسلق عنا اللحم أول مرة حنطبخ الرز واللبن. ننزل كيليين لبن. بسم الله. وننظم منيح. وبننزل عليهم بالنشا. وبننزل بمعلقتين ملح. هاي معلقة وهي الثانية بطلت تنزل، نزلناها. وننزل عليهم بفلفل أبيض. وننزل عليهم بالزبدة كرمال الدسامة والطيابة. ننزلها خاص بإيدي أسرع. وننزل عليهم آخر شي بالبيضة. وهلأ بنضيف لهم حبتين من الهيل وورقة غور، ونحركهم ونعمل لهم ميكس بينات بعضهم بس على البارد لحتى يصير معنا كلهم مزيج واحد. البيض بيساعد اللبن انه ما يفرط معانا، وبيعطيه كمان دسامة، وبيعطيه لون كريمي وقوام كريمي. هلا نحن ما حنضيف مي، حنضيف من مية اللحمة مثل ما غلت عنا هلا هون اول وش. نحن حنغسلها مثل ما قلنا. بسم الله. هلا فيكم اذا بتحبوا ما تغسلوها غسيل، بنصفيها هيك، صفيها كتير منيح، وننزلها على مي مغلية عنا نضيفها مثل ما قلت لكم. البصلة لازم نتخلص منها، ومثل ما قلت لكم لازم يكون اللحم بعظمه مشان يعطينا النكهة الطيبة. واللحم يلي بعظمه بيعطي مادة الجيلاتين للحم، بخليها تستوي أسرع وبتعطي لحمة على البكلة. ايه والله. وبعد ما غسلناه بمي فاترة أكيد مو بمي باردة بيقسى معنا اللحم وبتصيروا بتدعوا علي برمضان. نشغل تحت الغوز وننزل عليهم بالمي الفاترة، مو ضروري تكون مغلية، فاترة. بسم الله. ومنجيب أي شاشية أو طاقية الشبك تبع المطابخ، نحطها هيك بإيدنا، نشق الكف. بننزل عليهم الهيل وحب فلفل أسود، لومي وقرنفل وورق غور. بننزل عليهم بنص بصلة. بننزل عليهم بالجزر. حتتفاجئوا انه انا عم حط جزر. الجزر بيعطينا حلاوة لمية اللحمة. وبنحط كرفس. هلا بنربطها، واوعك او اوعى تحطوا ملح للحمة بتصير بتقسى. هلا بننزل نتمشى وبننزلها بقلب المي وبنغطي تحت الطنجرة. وهلا تعالوا لنساوي الرز. ولحمتنا على النار جاهزة، واللبن عنا صار متجانس كله مع بعضه. هلا مثل ما قلت لكم تعالوا نساوي الرز. طنجرتنا على الغوز. ننزل بمعلقتين سمنة لكل كيلو رز. أي سمنة حيواني طبعا.
بعد كل التعب بدها سمنة حيواني. بين ما تحمى عنا السمنة بننزل عليهم الهيل وورق الغار والبصلة ونحمصهم مع بعض لتاخد نكهة. مثل ما أخذت السمنة النكهات من ورق الغار والهيل والبصل، بننزل عليهم بالشعيرية مشان نحمصها. واوعي تحرق الشعيرية. والله ريحة اللحمة بتوصل لقبرص. ولازم نحرك الشعيرية من تحت لفوق مشان ما تلدع معانا. الله على الروايح. اكتبوا لي بالتعليقات انتوا شو بتسموها، شاكرية ولا لبن امه؟ بسم الله. تعالوا شوفوا، ما عاد في زفرة ابدا ولا 1% باللحمة. هلا لبننا صار جاهز، بس بده على النار، ولحمتنا عم تنسلق، والرز تبعنا عم نحمص الشعيرية مشان نحط عليه الرز والمي وننوص تحته. يعني انا حكيتكم بمصداقية. خبروني بالتعليقات شو الاكلات اللي بتحبوها برمضان، وغنجناكم غنجونا بالتعليقات، لا تنسونا. ومثل ما الشعيرية تحمصت عنا بهذا اللون مثل جناح الدبور، بننزل عليهم بالرز عشان يتحمص معهم وياخذ كل النكهات مع بعض. واخر الشي بننزل عليهم بالمي. ولكل كيلو رز بنحط عيار دقيق مي 1750 من المي. مية اللحمة سويت لكم اياها بهالطريقة مشان الفيديوهات الجاية او الطبخات انت اللي ببيتك عم تطبخيها، بدال ما نحط للرز مي عادية بنحط من مية اللحمة. مية اللحمة مثل ما زدنا للبن مية اللحمة بزيد عنا مية لحمة اكيد، بنحطها بالبراد بصير بنطبخ الرز بمية اللحمة، بيطلع معنا اتسم واطيب. هلا بعد ما تحمصوا معنا بننزل عليهم بالمي. بسم الله. بنعمل لهم تحريكه خفيفه من تحت لفوق، وبننزل اذا في شيء لزقان معنا شعيريه او رز من تحت او من فوق. وهلا بنغطي تحتهم وبنوص الغاز على اخر درجه. لا اكيد نحن ما حنخليه على هذا الكبير، احنا نقله على الصغير. وصار وقت نرفع اللبن على النار، اللحمة على النار، الرز على النار عم يتهدى، واللبن حيصير على النار. بسم الله. غازاتنا كلها معباية صارت. عم اعطيكي وصفة شاكرية اول يوم رمضان اقل من ساعة. وجربيها واكتبوا لي بالتعليقات صح ولا غلط. بس اكيد حيكون صح. انه نحن شغلنا كله على البتلة، ما بنشتغل شغلنا الا على البتلة. عم اعطيك طريقة المطاعم 100%. بتتمي عم تحركي اللبن اكيد. اكيد هي ليس سموها شاكرية، انه هي بتشكر النفس قبل ما تشكر معدتنا. اوعك تضيفي مي عادية للبن، عندك مية اللحمة قلتلك عاملينها بطريقة كتير ذكية وغنية مشان نضيف اللبن، لانه نحن سمكناها بالنشا شوي. نحن بالعادة بنحط لكل كيلو من اللبن 30 جرام من النشا، بيطلع معلقة ونص. نحن حطينا 60 جرام وطبشة حطيناهم، لأنه حنضيف من مية اللحمة بتعطينا طعم كتير ذكية وغنية، وبتوصل ريحة هالشاكرية لعند جارتك. وحتيجي تقلك اسكبي لنا صحن. هي أحلى شعور برمضان إنه تدق علي الباب واحد جايب لي أكلة، أنا أعطيه أكلة، يكون خاصة إذا جايب محاشي وشاكرية. يا سلام لما نحرك. يا ريت لو بتقدر تجي تشم الريحة، ذكية وغنية، ريحة اللحمة كتير غنية. أول ما تسلقوا اللحمة حطي لك زبديك على سفرة رمضان من مرقة اللحمة، بتقويكي وبتغذيكي، بتعطيكي فيتامينات كتير هائلة. بس بدها عصرة ملح بس بدها رشة ملح وعصرة ليمون. طريقة هي اللبن ما بتحتاجي لا لخلاط ولا ميكسر ولا بلندر
ولا مصفاية ناعمة. وهلا بفرجيكم القوام شلون بيطلع، ما فيه نص تخريزة. هلا ببين معنا. ومثل ما استوت عنا اللحمة 80%، في شغلة لازم نحطها اختلف عليها الآراء كثير بين ست البيوت وبين المطاعم، هي البصل. المرة رح نساويها ببصل. مثل ما استوت عنا اللحمة 80% بننزل عليها ببصلات صغيرة. يلي ما بيحب البصل لا يحط بصل، اللي بيحب البصل ياكل بصل. نحركه وبنتركه مشان تتنهنه نحن البصلة وتغب من مية اللحمة. وبعد ما حطينا البصلة بمية اللحمة وتنكهت معنا مية اللحمة، بننزل هلا بمية اللحم على اللبن. بس هلا بهي الحالة بدنا نحط مصفاية أضمن وأحسن، بنخاف الشاشة أو الطاقية تكون طلعة البهارات لبرا. باقة العطرية. بسم الله. صرنا نطلع بصل. قدر كاستين من المي هيك كافي. شايف الرواسب كلها علقت بالمنخلة. منحرك. وبعد ما غلى معنا اللبن وصار معنا مثل ما قلت لكم مثل الحرير. شوف والله حرير. شوف اعمل لي هيك قفل معلقه وشوف لي ما في نقطة تخريزة. والله شي على البكلة، والله شي على البكلة. تعال صور لي بقلب طنجرة اللبن. نوصنا تحتها. هلا صار نسقط اللحم بقلبه. اللحم رايح ذوبان هيك. بتخليه 10 دقايق اللحم مع اللبن مشان اللبن يفوت بقلب اللحم. يا سلام. هلا بنصفي البصلات اللي حطيناهم. وبتجيب غطا الطنجرة وبتتركها تغلي 5 دقايق بدون تحريك بدون أي شيء. 5 دقايق ليتعقد اللبن مع اللحم ويفوتوا ببعض. وبنجي على طريقة السكب. تعالي عيوني تعال تعال شوف لي بقى اللبن واللحمة شلون عم تغب من اللبن. يا سلام. والله شي على البكلة، والله شي على البكلة. والله ما حتصدقوني بس صدقوني قسما بالله لا مضرب ولا خلاط ولا مصفاية وطالع مثل الحرير. وعلى البكلة اكتبوا لنا بالتعليقات شاكرية الشيف عبود رمضانية. وعلى البكلة ايه والله. وهلا صار وقت السكب. نجيب اي اسوارة، مو اسوارة ذهب، اسوارة او فورمة او مقطع. بننزل رزن على النار. بسم الله. نعمل له تحريكة. تجيب لي على قلب الفورمة. تسكب انت وببيتك تسكب مثل سكبة المطاعم وبتكبسها بهي الطريقة مشان ما يفرط معك الرز. طنجرة اللبن باللحم، لبن امه او الشاكرية. اسمع امام على الغاز ولهلا صوت البقبقة. شوف البخار وصل للجو. هذا مثل يلي من على الغلوة للكلوة. شوف لي اللحم. والله شيء ناهي. تاخذ لي من البصلات تنزلهم هي واللبن. هي الشاكرية اللي على الأصول 100%. شايف البصلة فارطة فرط. وآخر شي بننزل عليهم برشة فستق حلبي تكسر اللون، تعطينا طعمة كتير طيبة ومميزة. ونشيل فورمة الرز. وهلا صار بدنا ندوق. نحط الرز هيك. شوف لي الطريقة اللي بالأكل. تحط الرزات هيك، تاخذ من اللبن، تاخذ لي البصلاية، تاخذ لي قطعة اللحمة. مشي اللحمة هيك ليك فارطة فارطة. بنقول بسم الله. كتير طيبة
وجربوها واكتبوا لنا بالتعليقات شلون تطلع معكم، وعلى البكله ايه والله.